عطية بأغنية عالبال لسميرة سعيد. ناري نارين ناري من جماله، ناري نارين قلبي اجراله، كي نظر كي مكلا بالميرا افتنو مكا. هاي انا كتير مبسوطة هلا هون، نحن هلا بطرابلس بالقلعة، كتير مبسوطين. امبارح كنا بالارز، كان الدنيا كتير 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 برد، اليوم عوضونا اياهم فيوتشر بهالشوبات الحلوين بياخذوا العقل. بس كتير حلوة الرحلة، يعني كتير مبسوطين نحن هون عم نغني وعم نرقص وكل شيء، نحن عم نقدم كل شيء هذا لكم اكيد بالنهاية، يعني مشان تحبونا مشان نضل بقلوبكم على طول. هابي بيرثدي هابي بيرثدي تو سعيدة، هابي بيرثدي تو يو. طفي الشمع بقى. هابي بيرثدي. يلا يلا بتمنى عن جد انه تصوتوا للافضل، مو بس لإلي اكيد، ما رح كون طماعه، غيري بيستاهل كمان. بس انا حابه اني انا ضل كمان اكمل معكم الحلقات الجاي، حابه اني ضل على اطلع عليكم كل مره بلون جديد من الالوان اللي احنا مختارينها، واللي ما بده يصوت لي الخيزرانه. اوكي. رويدة عطية.
يا رويدة، نعم. يعني شو بدي لك، وحدة طايرة في التاني ما عم بيهدي شيء قدامها. يعني محلقة وفوق الغيم وتحت الغيم وبالبحر، لا تحرق ولا تغرق. وبحب اقول كيف ما زدت صوتها، هلا عم نحكي مزبوط، ما بيهمها، بيجي صوتها مطرح اللازم. وبعدين انا بحب اقول للي بده دايما يصوتوا وعيهم انه ارجوكم، لانه مرات الماضيه كنا ماشيين سوا نحن والشعب، فرق عنا هديك الاسبوع، لانه كان لازم توصل معنا نانسي لحلقات كمان. نانسي صابر. فانا عم بوعي، انا حر هلا، ولاني انا متفرج مثل اللي عم يتفرجوا، ما بدنا نغلط بشرف الجميع، ما بدنا نغلط. انت لازم، انا بقول لك اتمنى لك سفرا الى اخر حلقه. ميرسي. اوكي. رويدة، الأغنية مش سهلة، غناها صعب جدا جدا جدا. النوع هذا من الأغاني صعب، وخصوصا أن الفنانة سميرة سعيد غنتها بشكل صعب أيضا. فأنت أجدتي الغناء فعلا، هذا لون جديد. أنا يمكن اخترت معك هاي الأغنية بالذات، يعني لأنه حاب أن تورين الجمهور إمكانيات صوتك بلون غير الطرب وغير اللي نسميه احنا البطيء، الغنى هذا الراي السريع الجديد الستايل. انا وجهة نظري العصاية مهمة حق اللي ما يصوت لك يعني. بالخيزران. رويدة، مرة عن مرة عم تبهرينا بحضورك، بشكلك، بتمشيطك، بثيابك، بأدائك، بهضامتك بالكواليس. وبفتكر كمان يمكن فيك تأدي اللون الهندي، بس أنا بتمنى عليك إنه لا ما تأدي. مش ناقصنا، في عنا هندي كثير يعني. خليكي هون ومن دون ولا عصا ولا لا، فينا نستعمل العصا تبع عبد الله، في عصا تبع الخيل يعني، والفلتين هو قصدها إنه بتطيري يعني مثل الخيل بس تشرد. بقى بتطلع انت مثل الخيل بتشردي مع العصا، وانا بصوت لك قدام كل الناس. رويدة، نعم. هذه العصاية اللي حملتيها انا بدي اخذها مني، يقول لي ما بصوت لك، انا بدي بعدين ليكي انا من اول مرة شفتك هيك اجاني احساس انك انت حتعدي المراحل لقدام، المراحل الامامية يعني صوت الامامية. بعدين انا لابس لك حرف اسمك هلا. تسلم لي. فاضبها. حرف اسمها او حرف اسمك انت؟ اسمها هي اليوم. اسمها هي. ايه. من هالميلة هي، من هذيك الميلة. ايه بقلبها هيك. يعني هاي مهمة كثير، يعني رح تصيري سوبر ستار. ان شاء الله. حقيقة تتميزي بالخامة الحلوة جدا، بالاداء الرائع والمقدرة الفظيعة. تسلم. والهضامة اللي هي قرب القلب وخفة الدم الموجودة عندك، فما ناقصك شيء يعني. بتمنى لك كل التوفيق. وكنت كمان ضم صوتي لصوت الياس انه كنت اتمنى انه لو نانسي كفت معنا، لانه نانسي كمان من الاصوات اللي حبيتها حبيبة قلبي، وصابر كمان. بس حبيت اوجه لك كلمة، بدي اوجه لك كلمة انه حتى لو ما لنانسي، لو يعني تصويت صارت موضوع منه موضوع بتصير هفوات بالتصويت، بس انت نجمي كمان حتى لو ما عديت المراحل القديمة. اتمنى لك كل التوفيق. بس اول شيء كتير حلو انه نشوف المشتركين اللي كانوا معنا لسه هون، نانسي وصابر. هاي صابر. وسعد معنا مرة ثانية.
وسميرة. المرحلة الثانية. رويدة صوتك تحفة زي ما بنقول احنا في مصر، تحفة. تحفة. حاجة جامدة يعني. حاجة جامدة جدا. وكل اسبوع الحمد لله بتسمعي كلام من اللجنة ودلوقتي من سوبر ستار رغب علامة. حلو جدا. ازاي رجلك تفضل ثابتة على الأرض؟ رجلي ثابتة على الأرض ازاي؟ فضل هالناس الحلوين. بس ازاي؟ يعني بده كلام جد. عن جد أنا بفضل الناس أنا عم كمل، بفضل لجنة التحكيم كمان حكيهم اللي دائما عم يكونوا معي، عم يتعاطفوا معي. كمان بشكر أنا سوبر ستار أستاذ رغب علامة، بشكره من كل قلبي على الحكي الحلو. يمكن أكون ما بستاهل هالحكي كله.